من مشهد في الكتاب بنشوف فيهم الثلاثة أغانيم، الآب والابن والروح القدس. من ضمن المشاهد دي لما الملاك جبرائيل ظهر لمريم العذراء وبدأ يعلن لها إنه المسيح جاي يخلص العالم من خطاياه وهي اللي حتكون حامل بيه، فمشت سألته سؤال وقالت له كيف ده حيحصل وأنا ما بعرف راجل؟ جاوب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لغة 1:35 قال لها الروح القدس هيحل عليك، وده أغنوم الروح القدس، وقوة العلي تظللك، وده أغنوم الله الآب، والقدوس المولود منك يدعى ابن الله، وده أغنوم الابن. وده معناها إنه الثلاث أغانيم الآب والابن والروح القدس اشتركوا في عملية التجسد. صح إنه يسوع أغنوم الابن هو اللي جاء واتجسد على الأرض عشان يفدينا من خطايانا، لكن كمان أغنوم الآب والروح القدس اشتركوا في ده. عشان كده مريم ما كانت وحيدة وهي ماشية في مشيئة ودعوة الله لها، لكن كانت دايما متحوطة بالثلاثة أغانيم. انت كمان ما بتمشي في دعوتك وفي مقاصد الله ليك وحيد، لازم تبقى عارف انه وانت بتتحرك في الخدمة انه روح الله بيجي عليك والآب بيظللك والابن جواك.